رابع حاجه، ليه لازم تبدا ب HTML؟ بص، اي حد ناوي يبقى ويب ديفلوبر او فرونت اند او حتى ويب ديزاينر لازم يبدا ب HTML. طب ليه لازم يبدا ب HTML؟ اولا لان هي سهله في التعلم، مع سهولتها دي انت هتديك ثقه كده في البدايه انك تكمل، وهتخليك بعد كده انك تكون فاهم في الويب ماشي ازاي. فانت من غير ال HTML هتحس انك كده بتبني الدور من غير اساس. طيب عايزين دلوقتي نعرف ايه علاقه ال HTML بال CSS والجافا سكريبت. الاول خلينا نبسطها كده ونقول ان HTML هي عباره عن هيكل، وال CSS عباره عن الشكل، والجافا سكريبت هي الحركه والتفاعل. في ال HTML مثلا في الصفحات بقى، صفحات الويب، تقدر تقول في ال HTML ان ده زرار اتعمل بال HTML. في ال CSS تقدر تقول شكل ولون الزرار ده عامل ازاي. والجافا سكريبت هو اللي تقول تسأل على الزرار ده لما بضغط عليه بيحصل ايه. فانت لو ما صممتش الزرار ده ب HTML اولا، فانت ال CSS والجافا سكريبت الباقي دول مالوش معنى. وبس كده، كفايه الفيديو ده كان مجرد مقدمه بس كده لكورس ان شاء الله نبدأ مع بعض. في الفيديو الجاي هنكتب اول صفحه HTML من الصفر خطوه بخطوه.